السلام عليكم. تصريح خطير من مروان حمدي لاعب بيراميدز بعد أزمته مع جماهير الأهلي. يفاجئ الأهلي ويوجه رسالة للجماهير، شاهد ماذا قال. ولكن في البداية يا ريت نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد مباراة الأهلي وبيراميدز والأحداث اللي شهدتها المباراة، وأيضا الأزمة التي حدثت بعد المباراة بين اللاعبين، وخصوصا لاعب بيراميدز مروان حمدي وأزمته مع جماهير الأهلي، والتي لاقت رواجا كبيرا جدا بعد المباراة، وذلك لقيام مروان حمدي لاعب بيراميدز بتوجيه ألفاظ خارجة للجماهير، وهو ما أثار جدلا واسعا في المشهد الرياضي. وبذلك تعرض اللاعب لانتقادات كبيرة جدا نتيجة لهذا التصرف السيء. وفي تصريح مفاجئ لمروان حمدي لاعب بيراميدز، صرح مروان حمدي لاعب بيراميدز وقد أدلى بتصريحات نقلتها قناة الكأس القطرية، وقال: أمر بفترة صعبة خلال الساعات الماضية بسبب ما بدر مني بمباراة الأهلي وبيراميدز، فأنا حزين لما حدث في المباراة، وأيضا للأحداث التي عقبت المباراة، فأنا تعرضت لهجوم كبير من الجميع وهذا أحزنني كثيرا، فأنا لم أقصد أي إساءة إلى أحد، وأحترم الجميع، ولدي علاقة طيبة بلاعبي الأهلي، وأحترم جماهير الأهلي الكبيرة، ولكن أنا لاعب كرة قدم، ودايما بتعرض لبعض الأمور اللي بتخليني أظهر بصورة مغايرة لصورتي الحقيقية اللي عارفها عني ناس كتيرة. فأنا لعبت في فرق كبيرة قبل كده، قبل ما ألعب في بيراميدز، وقد واجهت الأهلي في مباريات عديدة، ولكن لم يحدث كل هذا في أي مباراة لعبتها ضد الأهلي. أنا الآن لا أعرف لماذا حدث كل هذا وكيف حدث، ولكني أحترم الأهلي، فهو الفريق الأكبر في القارة الإفريقية، وجماهيره الأكبر في مصر وفي أفريقيا، وتمثيل الأهلي هو حلم لأي لاعب، وجميعنا نفتخر بأن النادي الأهلي فريق مصري، وبنكون سعداء عندما يحقق أي إنجاز بقى، سواء في أفريقيا أو حتى محليا أو في كأس العالم للأندية. فأنا بعتذر مجددا للأهلي وكمان لجماهير الأهلي الكبيرة، وعندي الثقة بأن الناس والجميع هيقبلوا اعتذاري، وأن جماهير الأهلي بقلبها الكبير أكيد إن شاء الله هتسامحني على ما بدر مني. وقريب جدا هأظهر ليكم في أول لقاء بيني وبين الأهلي إزاي إن أنا هقدم اعتذار أكبر من ده ويكون اعتذار رسمي. فأنا أمنية حياتي إن أنا ألعب بين صفوف النادي الأهلي، وأكيد ده حلم لأي لعيب مش بس ليا، لأن النادي الأهلي هو الكيان الكبير والعظيم، وإحنا كلاعيبة كرة قدم لما بنكون في فرقة أكيد بنعمل كل حاجة علشان الفرقة دي تفوز. وأنا تعرضت لبعض الضغوط من بعض الجماهير بالإساءة لوالدتي داخل الملعب في المباراة الأخيرة، وده اللي خلاني فعلا خرجت عن شعوري، لأني إنسان قبل ما أكون لاعب كرة قدم.